السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة انفورماتيك بروفيسور، ونشكركم لوصولي إلى 147 مشترك في قناتي، وهذا بفضلكم أنتم وبدعمكم لي. وعندما تدعموني بجام واشتراك سأطمئن بأنني أعمل دروس تفيدكم وليس دروس التي تضركم أو أي شيء أخرى. وأنا أعمل بجد لكي أعمل فيديوهات لكي فيديوهات المبتدئين في عالم فوتوشوب او اي عالم. واليوم راح نتطرق لعالم فوتوشوب وطريقة تغطية صور المبتدئين وتغيير الخلفية بشكل بسيط وسهل. اول شيء ما علينا الا الذهاب الى برنامج فوتوشوب الذي ستجدون رابط تحميله اسفل الفيديو، نضغط عليه. بعد ذلك نذهب الى الاداة الثالثة هنا، ستجدونها هكذا، ثم نختار هذه وراح نضغط هنا ونبدأ بالتحريك برفاقية سهلة. وهذه الطريقة للمبتدئين الذين يستعملون فوتوشوب أول مرة كما ترون. وسأعمل دروس أخرى إن شاء الله في الفوتوشوب، يمكنكم طلب لي دروس التي سأعملها لكي تستفيدوا أنتم منها. راح كما ترون. وبعد ذلك ما علينا إلا الضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم نضغط على أميليوري بكونتيني. وبعد ذلك ما علينا إلا الضغط هكذا، وكما ترون لكي نأخذ الذي نسيناه عندما كنا نعمل. كما ترون ثم نضغط على نتركه لحيث يكمل تحميل، ثم نضغط على اوكي. ننتظر ليتما ينتهي من التحميل. كما ترون الصورة رائعة جدا. بعد ذلك راح أغير الخلفية إلى هذا، ما علينا إلا الضغط عليها ثم السحب. وللتغيير ولكي نغير فيه ما علينا إلا الضغط كنترول تي لتصغير الصورة كما ترون، والضغط على شيفت لكي تبقى الصورة في المعيار الذي فعلناه. كما ترون تقطيع رائع وجيد وتغيير الخلفية بدون أي مشابه. وبعد ما ننتهي ما علينا إلا الضغط على أوكي كما ترون. وكما ترون تغيرنا الخلفية من هنا وقطعنا الصورة بطريقة احترافية إلى هنا. وإن شاء الله قد أعجبكم هذا الدرس، وما عليك إذا أعجبكم الدرس ما عليكم إلا الضغط جام والاشتراك في القناة وكتابة لي أي استفسار تريدونها في خانة الكومنتير، أو أي درس تريدون أن أفعله في عالم الفوتوشوب. وإن شاء الله إلى درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.